والله العظيم مبسوط من جوات قلبي لكل لاجئ عايش في هولندا مني وجر. اساس اليوم كان الموعد المنتظر للقرارات اللي بدها تطبق، على اساس انه راح تلتغى الاقامه الدائمه يا حمد، على اساس انه راح يطبق قانون الجنسيه لل10 سنوات، وعلى اساس واساس كل هالشيء راح اختصره بكلمه انه لحد الان ما في اي شيء، والحشيشه طويله والوقت طويل. ايمت راح تتنفذ وايمت راح يتنفذ، وشو اللي راح يتنفذ، ومين راح تشمل ومين ما راح تشمل. الحكاية طويلة يا غالي، الحكاية طويلة كتير. لحد الان ما في اي شيء ابدا، حكوا بس عن مشكلة السكن، انه راح يكون للهولندي اولوية على اللاجئ، يعني ما ضل اللاجئ اولوية في السكن. لحد الان ما حكوا على التفاصيل كيف راح يتم تطبيق هذا القانون، ولحد الان ما في اي شيء يا حمد يا حبايب، ما في اي شيء. فريح انت اللي عم تستنى اقامة، ريح انت عم تستنى لم شمل. وقالوا انه راح يكون في اجراءات صارمة بحق لم الشمل، ولكن ما حكوا التفاصيل. بس غير هيك ما في، عم تستنى اقامة دائمة راح تاخذ الاقامة الدائمة، انت مقدم على الاقامة الدائمة راح تاخذها، مقدم على الجنسية راح تاخذها. عيش حياتك طبيعي حبيبي، عيش حياتك طبيعي، لك دخيل الله اللي خلق النهار، لك ما في شي ضرب خلبي. سلام.